طارق بعت لي رسالة على الخاص وبيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتاج خدمة روحانية تكون معي علشان أجيب بيها حقي من ناس ظلموني. أحب أقول لك يا طروقة إن أنت جيت في المكان الصحيح، وخليك على ثقة إن رب العزة سبحانه وتعالى حيستجيب لك دعائك وحياخد حقك من اللي ظلمك. وبرضه عشان أطمنك وأريحك وأعرفك إن الشخص اللي ظلمك ده سواء كان ظلمك أنت أو حتى الأشخاص اللي بيظلموا ناس تانية، أحب أوجه لهم الرسالة دي: إنك مهما دعيت ومهما صليت ومهما صمت ومهما قمت ومهما تصدقت، إن حاجة في الآخرة زي ما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة ولكن يجعلها الله له هباء منثورا. وده بسبب إن هو ظلم هذا وأكل مال هذا وسب هذا وقذف هذا، فتجي كل الأعمال اللي هو عملها دي من صيام وقيام وصلاة وصوم وعبادة، ربنا في الآخر يجعلها له هباء منثورا كأنه ما عملهاش أصلا. شفت الفرق بين الشخص الظالم والشخص المظلوم؟ طبعا أنت دلوقتي مستنيني أقول لك على الشيء اللي أنت هتعمله في الخدمة الأولانية عشان خاطر تاخد بيها حقك من اللي ظلمك. يا حبيبي يا طروقة، عيب عليك الكلام ده احنا في أيام مفترجة. مفيش حاجة يا حبيب أخوك اسمها خدمة روحانية عشان أجيب بيها حق من اللي ظلمني، واللي قال لك كده ضحك عليك واشتغلك. فما فيش حاجة اسمها خدمة روحانية.